السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل بقى غدوة جميلة قوي قوي مهدور حقها، الأرانب بالملوخية الخضراء. عندنا بقى أرانب مغسولة كويس قوي ونقعها في محلول النقع من قبليها بيوم، وكمان نقعتها في بصلة مبشورة بعد ما طلعتها من محلول النقع، بصلة مبشورة بملح وفلفل. تعالي بقى نشوف هنعملها ازاي. حلة على النار، نحط فيها زبدة ونشوح الأرانب بتاعتنا حبة كده. طبعا انا نضفتها من التتبيله اللي كانت فيها كويس، اللي هي عباره عن بصله وملح وفلفل. اديتها طعم جميل جدا، وقضت على اي ريحه مش مستحبه انتي خايفه منها تظهر. حاجه بصراحه في منتهى الجمال. هحط بقى بصله وجزره وورق لورا وحبهان، وكمان حطيت روزماري. وهنا بقى هبتدي ان انا اقلبهم كلهم مع بعض كده في الزبدة بتاعتي تقلبتين كده بحيث يتشوح. الارانب اصلا صغنونة مش مستحملة تشويح كتير. كمان عصرت طماطميتين كده في الخلاط وحطيتهم عليها. بحب اعصر القوطة في الخلاط، ما بحطهاش صحيحة، بتدي نتائج احسن في الشوربة. شفتي بقى منظرها حلو ازاي؟ طبعا بتغطي عليها شوية في الحلة تاخد تدي مع نفسها كده، وكنت غالية مية على النار زودتها بيها مية مغلية. حسيت انها مش كفاية، بزود اكتر عشان اخد بقى حبة شوربة كده حلوين جدا جدا، اعمل منهم احلى ملوخية بالارانب. طبعا اكلة كلاسيكية جميلة، وبصراحة طلعت طعمها تحفة بعد ما عملنا الحاجات ديت في الارنب كده وتبلناه وبتاع. طلعت جميلة جدا جدا. هحط بقى هنا نص معلقة فلفل اسود وحوالي معلقة كبيرة ملح علشان اتبل الشوربة بتاعتي كويس. هتقعد على النار يدوبك نص ساعة بس، الارانب اصلا بتاخدش سوا كتير. هاخد بقى شوية شوربة من الجميلة اللي ريحتها تحفة دي، اصفيها كده علشان اعمل منها الملوخية. والطشة قدامك اهيت في على البوتاجاز برضو. انا دلوقتي جبت الملوخية الخضراء خرطتها بالمخرطة عادي خالص، مش في الكبة ولا حاجة، بتدي احلى تست بصراحة. شوية شوربة بقى صفيتهم وحطيت عليهم الملوخية بتاعتي بفكهم كده فيها. ما تكتريش في الشوربة لحد ما تشوفي معيار الملوخية عليها قد ايه، بحيث انها ما تطلعش خفيفة منك خالص، لحد ما تظبطيها كده. ويبقى بعينك كده تعرفي ان الشوربة دولت على قد نص كيلو ملوخية او حسب الملوخية اللي انت جايباها. فكيناها كويس قوي كده، والطشة على النار اهيت بتغلي، خدت لون كده ذهبي جميل قوي، ما غمقناهاش. اظنك سمعت الطشة كده، بصراحة كانت مظبوطة جدا لاني مزودة حبة السمنة فيها كده. الطشة دي عبارة عن توم وكزبرة ناشفة، ممكن تحط لها سنة برضو شطة حمرا لو تحبي. هبتدي بقى احمر الارنب بتاعي في شوية زبدة كده يدوله طعم جميل. طبعا جميل جدا جدا، استوى خالص ولحمته طرية، والولاد غيروا فكرتهم خالص عنه. قالوا الله المرة دي طعم قوي وجميل بعد ما ظبطناه كده وتبلناه من قبليها وسلقناه سلقة محترمة. شوية شوربة كده حلوين. تعالي بقى ظبطيه كده بالراحة، ياخد كده طبقة كريسبي مش جامدة قوي عشان لحمتها ما تنشفش برضو. هتلاقيها طعمة جميلة جدا. وجبة بصراحة حلوة قوي وجميلة مع رز بشعرية بقى، وقدمي للولاد. ألف هنا وشفا، غدوة جميلة بسم الله ما شاء الله حلوة قوي. ألف هنا وشفا، جربيها.